بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من مذكرات عمدة. مذكرات النهاردة هنتكلم فيها عن شوية حاجات انا كنت عايز اتكلم عنهم من زمان، بس ما جاتش الفرصة ولا كان عندي الوقت ولا كان عندي حيل ولا كنت فاضي، وكنت مسحول ومشغول في حياتي الشخصية وحياتي العملية، وكنت تعبان، فعشان كده ما عرفتش ان انا اتكلم عنهم وقتها، او ان انا اصلا من اساسه ما كنتش بدأت شغل اصلا من اساسه، او ان انا كنت بكتب او بسجل او بصور بس لنفسي. بس ما علينا، بما اننا رجعنا من تاني نشتغل على القناة وعلى الحساب وعلى المشروع ده كامل، فيلا بينا نتكلم ويلا بينا نقول ويلا بينا نعيد ويلا بينا نزيد. قبل اي شيء، قبل اي حاجة، قبل اي حد، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك وكومنت وشير، وتتابعنا على حسابي على التيك توك، وكمان برضو على حسابي على انستجرام. ويلا بينا نبدأ الحلقة. في حياتي دي انا شفت ناس كتير جدا وتعاملت مع ناس كتير جدا بحكم شغلي وبحكم علاقاتي، لان انا في وقت من الاوقات كنت مشهور وما زلت مشهور في الشارع. طول ما انا ماشي في الشارع او بروح اي حته بلاقي ناس عارفاني، بلاقي ناس بتسلم عليا، بلاقي ناس عايزاني في شغل، بلاقي ناس عايزه تقعد معايا. بس طبعا ده كله في الفاضي، ده كله في الفاضي وعلى الفاضي وللفاضي. وكنا اتكلمنا قبل كده كذا مره عن ان الوحده والعزله احلى حاجه في الدنيا، وتجنب الناس ومقاطعه الناس هي الحل عشان تعيش حياه سليمه، حياه طبيعيه، حياه سويه، حياه صحيه، حياه خاليه من الخراء والهراء. يعني من الاخر كده تكون بعيدة عن الهري والخري، ومحدش يقدر ان هو يضايقك ولا يزعلك ولا يقدرك ولا يحزنك ولا يسرقك ولا ينصب عليك ولا يحور عليك ولا يكذب عليك ولا يتاجر بيك ولا يزايد عليك ولا اي حاجة من الحاجات الخرائية دي. لان الناس دلوقتي بقوا عبارة عن خراء متحرك وما بيقولوش اي حاجة غير هري، فهم خراء وعايشين في هراء. فالواحد مش ناقص خري ولا ناقص هري. من الاخر كده خرا، ده خرا. احنا عايشين في مجتمع خرا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، دينيا. الدين بالنسبة لهم عبارة عن تجارة وبس. فالحمد لله انا بعدت عن الناس، بقالي فترة طويلة بعد عن الناس وقافل الباب، ما بتعاملش مع حد جديد وما بفتحش الباب لحد قديم وما بسيبش الباب موارب. انا اصلا من اساسه شلت الباب خالص وحطيت خرسانه. يلا بالشفا، اولعوا كلكم في 60 داهيه. مش عايز اي حد منكم، سواء في حياتي الشخصيه او في حياتي العمليه، وخصوصا حياتي العمليه او في الشغل العمل. انا مش عايزكم. ليه؟ مش عايز خساير. المشرحه مش ناقصه قتله، وانا مش عايز خساير. كفايه الخسائر اللي انا فيها. وعلى فكره انا ما بخسرش، لو انا خسرتك فده مكسب ليا. ولما بعمل مشروع وبقفله، المشروع ده بيكون كسبان كسبان كسبان. بس انت ما تعرفش ظروفي، وشغال في الحياه دي عباره عن ان انت واحد فاضي وعمال تشتغل قاضي وتحكم عليا وعلى غيري. فما علينا، مش فارقه معايا كتير. وطز فيك وطز فيا وطز في الدنيا الغبيه، على راي كركر. سلام.